السلام عليكم الزلفلاون، مرحبا بكم في قناتكم دافات كويزين. معكم إيلين. اتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. وصفتنا اليوم بزاف قديمة، طبيخة تاع الباذنجان بدون لحم بدون دجاج، تجي بزاف بنينة. طريقة تحضيرها سريعة، في نص ساعة وجد معايا الطاجين تاعي. مناسب بزاف مع هذا البرد، سورتو لعشاق التغماس. هذه الوصفة ليكم، تابعوا معايا حبيباتي الفيديو للأخير هكذا باش تشوفوا طريقة التحضير. حكمت الطاجين تاعي، درت فيه قيس 2 ملاعق تاع الزيت وشعلت النار متوسطة. ومن بعد هنايا سكرفجت 3 سنينات تاع الثوم ودرتهم مع الزيت نقليهم شوية. من الأحسن النار تاعكم تكون قليلة، كيما على بالكم الثوم تتحرق بالخف. هنا زدت لها نص ملعقة كبيرة تاع طماطيش مصبرة، نخلطهم مع بعض ونزيد نقليهم هكذا باش تطلق لي البنة. نقصوا النار وخلوها حتى تتحمس مليح، برك ما تخلوهاش حتى تحرق وتعطي لكم هذيك المروريه. غير تشموا فيها هذيك بدات تخرج هذيك الريحه البنينه تاع الثوم، ارموا الحميصه تاعكم اللي تكونوا يعني طيبتوها من قبل. نصيحه في هذه الوصفه، لازم الحميصه تاعكم تكون طيبه. كيما على بالكم بلي الباذنجان ما فيهش الروح ثم يطيب، معناتها لازم الحميصه تاعنا نكونوا طيبناها من قبل. هنا كنت قشرت 2 حبات تاع باذنجان صغار، ديروا على حسب افراد العائله تاعكم. قطعتهم قطع هكذا كيما راكم تشوفوا بهذا الحجم. ما ديروهمش يعني ما تقطعوهاش صغار، سينو رايحه تبالي لكم كامل، يعني تحرحر لكم في الطاجين تاعكم. فوالا نخلطهم مع بعض هكا شويه نخلي هذاك الباذنجان يدي البنه تاع الثوم. بالنسبه لي زيبيس عندي ملح، فلفل كحل، شويه كمون، شويه زنجبيل وشويه عكري. من الاحسن يكون الحار، الا ما تاكلوش الحار ديروا العكري الحلو. فوالا تقدروا ثاني تزيدوا كاضافه هنايا الهريسه اللي ياكلوا، بالنسبه لي ياكلوا الحار. وثاني تقدروا ثاني تزيدي معاها شويه تاع معدنوس مقطع رقيق. بعد ما تقلى لي مليح الثوم تاعي وبدا الباذنجان تاعي ثاني يطيب، هنا مرقت بالماء السخون يغلى. وكما راكم تشوفوا ما مرقتش بزاف، قيس ما تغطى لي برك هذاك الباذنجان، غطيت عليه وخليه يطيب بعقله. انا هنايا درت له نار قليله، فريمون قليله هكذاك باش نتحصل هذيك البنه. يعني لاصوص تكون مجمره، وثاني الماكله كي طيب على نار قليله تجي بزاف بنينه. هنا بعد ما طابت لي كما راكم تشوفوا، ندير لها اضافه هي 2 ملاعق كبار تاع الرز. كنت طيبته نص طياب، يعني ما خليتوش حتى يطيب مليح. درتهم هكذا فوق الباذنجان تاعي، نخلط كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. نعاود نغطي عليه ونخليه حتى يكمل طيابه وتتجمر لنا لاصوص. وهنا بعد ما طابت لي كما راكم تشوفوا هذاك الرز طاب والطاجين تاعي يعني شرب كامل هذيك لاصوص. كما راكم تشوفوا جا مجمر وبزاف بزاف بنين. كلمسه اخيره درت له رشه خفيفه هكا تاع معدنوس مقطع رقيق، وزينته بالفلفل المرقد اللي رقدته ومازال ما شاركتش معكم الوصفه. جا بزاف بزاف بنين، كما قلت لكم يناسب مع هذا البرد. واش نحكي لكم، هذه الاكلات التقليديه يعني بزاف الناس، وحده منهم انا ما وليتش نطيبهم بزاف، بصح من ذاك مليح هكذا نتفكروهم. الى فيديو اخر نقول لكم مع السلامه.